كان فيها 2 سيزون اللي فات دي، واحنا ما بقيناش قناه مصر، احنا بقينا اسمها مسرح مصر، وده ان شاء الله الموسم الاول منها. والنهارده الحمد لله احنا سعداء جدا ان احنا موجودين النهارده كلنا مع بعض بنفس المجموعه، هي اللي بدات الاثنين سيزون اللي فات، او اللي هم او اللي بداوا تجربه تانية قبل كده. كلنا ان شاء الله النهارده موجودين مع بعض، وده شيء اصلا يعني لوحده يدعو للبهجه والانبساط ان احنا رجعنا اتلمينا تاني مع بعض زي الاول. بس هنشوفك بقى قريب في اعمال دراميه او ان سينما. شاء الله عندي مسلسل في رمضان ده على اسمه باقة ايه؟ الشو تايم، اسمه البيوت اسرار على باقة الشو تايم. هو هينزل ان شاء الله بعد رمضان على قنوات تمام، الفضائيه جميل. التانية. بعمل شخصيه مختلفه بتاعت فرد امن في الكومباوند اسمه عادل سعيد. شخصيه مختلفه عني خالص، كوميديا ولا؟ جد ما فيهاش كوميديا خالص، جد. وده بالنسبه لي ده جديد، وده نفسي الناس تبتدي لما ينزل يعني المسلسل ينزل اسمع رايهم بصراحه. هو ده ليه حدوته كمان دراميه كده، انه عنده اخت حد ضحك عليها فانتحرت، وبعد كده كان في جريمه قتل بتحصل في اول المسلسل، بيفضلوا يحققوا مع كل الناس اللي موجوده في الكومباوند، وبتحصل شويه احداث كده. مسلسل 60 حلقه بالمناسبه، 30 هم دول اللي هينزلوا، بعد كده هينزلوا 30 على شهر 9 30 تانيين. بيدور حوالين ايه؟ هو هم بطولة 4 بنات المسلسل، اللي هم ايتن عامر ونسرين امين وهنا شيحة وشوية عادل. المفروض ان ال4 بنات هم شغالين في الكومباوند شغلانات بسيطة، اللي شغالة في اتيليه، واللي شغالة في يعني مع مامتها شغالة خدامة في بيت فهي معاها في البيت، واللي شغالة ممرضة. وبعد كده في واحد اللي هو شخصية كده اسمها سمير، ده الطباخ، المفروض ان هو عامل علاقة مع ال4 بنات. ثم سمير ده بيتقتل في اول المسلسل، وبعد كده بيدور احداث ال 30 بندور مين اللي قتل. في ضابط طبعا بيخش في الحبس، بيدوروا مين اللي قتل. زائد ان كل واحده من دول ليها حدث وليها مشكله جوه الكومباوند. زائد ان في مش عارف عصابه الاثارات اللي بتهرب الاثار مش عارف ايه. فالمسلسل مليان فيه احداث كتير وبوليسي على اجتماعيات النساء، يعني حاجات من الحاجات اللي بتحبها ستات البيوت فتتابع. ان شاء الله ينزل، ان شاء الله ونزل او اس ان، والحمد لله كان ردود الفعل عليه كانت حلوه. ان شاء الله لما ينزل بقيه القنوات يبقى حاجه كويسه. ان شاء الله. الشخصيه اللي بعملها عشان انا عجباني المواد ان شخصيه مختلفه خالص، ما عملتهاش خالص قبل كده. وان شاء الله اتمنى ان انا كمان اخوض في السكه دي، مش عايز ابقى بضحك بس، عايز ابقى اشتغل بحته تانية عشان ما تتحطش في الحته دي. بس وده شيء كويس. الجديد والاعمال بقى ان شاء الجايه؟ الله عندي عمل ان شاء الله بعد العيد برضه، هو 45 حلقه، بطوله ليلى علوي واسر ياسين. مش هقدر اتكلم خالص عن اسمه، مش هقدر اتكلم اي تفاصيل خالص عن ليلى اسمه، علوي اللي هو وآسر ياسين. ياسين. ايوه، مش هقدر اتكلم خالص عن تفاصيل عنه خالص. اخراج الاستاذ خيري سالم، ودي اول تجربه اخراجيه ليه. هو اشتغل مخرج منفذ الفتره اللي فاتت كتير قوي في اعمال كتير قوي، من وجهه نظري احسن مخرج منفذ في مصر. ان شاء الله يعمل عمل جيد برضه من تيمه الاعمال اللي هي 45 حلقه وكده. فان شاء الله يبقى عمل مختلف وجديد، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه. شايف ان الدراما احسن ولا المسرح؟ هو بصي، ده حاجة وده حاجة. يعني المسرح التمثيل بتاعه بيبقى عرضة مباشرة بينك وبين الجمهور، بتسمعي رأي الجمهور في ساعتها، بعد ما بتطلعي يباركوا لك او يهنوكي او يقولوا لك انت كنت كويسة او انت كنت كده. اما الدراما بتستني بعد ما بتصوري، ما بتبقاش عارفة الناس هتستقبل ده ازاي، فرد الفعل بعد كده بيبان اذا كان الناس استقبلت ده كويس او انت بقيت كويس او كده. مش عارف يعني بتعمل حاجة وانت مش عارف نتيجتها، عكس المسرح وانت بتعمله كده. والتمثيل مختلف، التمثيل في المسرح بيبقى اوفر شوية عشان انت في ارتجال بالظبط كمان. كده. اما الفيديو ما فيش، انت ممكن تعيدي مره واثنين وثلاثه وعشرة لغايه ما تحسي ان انت او المخرج يقول لك هو ده اللي ده تمام اللي هناخده. مين بس الممثل اللي لسه ما قلتش قدامه نفسك تمثل معاه؟ هما في 2 بصراحه، الاستاذ عادل امام ومحمود حميده.